السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الفل والهنا والسعادة والسكر الزيادة، وصباح كمان النشاط والطاقة الحلوة، الطاقة الإيجابية. النهاردة يوم مش عادي، النهاردة يوم مش عادي. النهاردة هنعمل أكل جبار عند ليلى النجار. حلو ده، أيوة ينفع مطلع أغنية. أكل جبار عند ليلى النجار. يلا بينا، عملنا كوباية شاي ويلا بينا ندخل على معركة الأكلة بتاعت النهاردة، ونسمي الله كده ونحط لايك ونشير الفيديو ده كتير قوي قوي قوي، تعملي لي أحلى قلب. ويلا بينا نبتدي ونسمي الله. مش عارفة أقول لكم أجيبها لكم إزاي، مش عارفة. طيب النهاردة عندي عزومة، والحاج صمم تبقى العزومة دي تبقى أكلة يعني أكلة جامدة كده. طيب طلعنا بقى لحمة راس، طلعنا كوارع، طلعنا ممبار، وهنسمي على الجبار. يا رب اجبرنا جبرا يليق بعظمتك وجلال وجهك، آمين يا رب العالمين. وفك كرب كل مكروب يا رب، يا رب فك كرب كل مكروب. يلا بينا نسمي الله. معانا الكوارع مسكتها كده بقى تحت الحنفيه، نضفتها كويس جدا. لو فيها شعريه الجزار سايبها كده شعريه كده، وننزل عليها بشويه دقيق ماشي، وليمونتين حلوين كده نعصرهم، ونمسك بقى الكوارع بتاعتنا دي ادعك 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 لحد بصي ما تبقى في ايدك قشطه كده، قشطه. تشم ريحه الكوارع وتشربي شربتها، ولا زفره ولا بصي عسل قمر كده. طيب هسيبها بقى ايه دقيقتين كده بس في الدقيق والليمون. وتعالوا نروح لحاجة تانية ونسمي الله كده. بعد ما مسكنا بقى الكوارع، شطفناها من الدقيق والمية والليمون والكلام ده كله، نحطها تاخد غلوة واحدة على النار بشوية مية صغيرين كده. وهقول لكم دلوقتي ليه هنعمل فيها ايه. ما انا مستعجلة، انا صاحية متأخرة، صاحية الظهر، والأكلة دي لازم تبقى الساعة 3:30 قدام الحاج. ايوه قدام الحاج. طب نسمي الله ونصلي على الرسول. جبنا جزرايه وجبنا طماطمايه، ونجيب بقى الكوارع بتاعتنا. هنعملها فين؟ في حله الضغط. هي بصراحه المنقذه الوحيده معي. طب يلا بينا. قطعنا بصلايه وقطعنا جزرايه وطماطمايه كده، والله الله الله على الكلام يا ولا. بعد بقى الكوارع ما خدت غلوه واحده بس، غلوه واحده، ودلقنا الميه. هنحط لها بقى ميه جديده سخنه. حطينا بقى مستكه حبهان ولا لوري، ملح. ايه ده بتحطش ملح يا ليلى؟ ايوه، ما هي حله الضغط ايه، حله الضغط بتسوي الاكل في ثواني، فحط لها ملحها على طول. حطيت فلفل اسود وزي ما شفتوا كده، يبقى ملح وفلفل اسود وحبهان ومستكه وورق لوري وجزرايه وطماطميه وبصلايه. حطيت عليها الميه بتغلي كده زي ما شفتوا، وهحطها 20 دقيقه هتستوي في 20 دقيقه ان شاء الله. طيب ملناش اي علاقه خالص بالباب اللي دايما يرن وانا بسجل ده. الباب يرن وكده مش فاهمه يعني. طيب تعالوا بقى. حطينا لحمه الراس على النار برضو، خدت غلوه، اديتها غلوه كده ودلقت ميتها وحطيت لها ميه نظيفه جديده. حط بصلايه وورق لوري وحبهان. وعايزه اقول لكم هنعمل شويه لحمه راس. لو ما بتحبيش لحمه الراس بالطريقه دي، اقسم لك بالله لا هتاكلي صابعك وراها. يعني مش تاكليها تاكليها، لا. اللي هو يعني معنى ايه تاكلي صوابعك وراها، ان احنا ايه يعني نمص صوابعنا كده من جمالها، يعني فاهمين. طيب قطعنا بصل شويه حلوين كده امورين حلقات زي ما شفتي، وقطعنا برضو ايه طماطم حلوه كده زي ما شفتي. وتعالي هنا معايا، الحله دي هتدوم معايا لاخر الفيديو. ايوه الحله اللي انا شغاله فيها دي، حطيت حته سمنه، حطيت حبه توم محترمين حوالي راسين توم كده كبار، وهنحمر التومه دي ونطشها بالخل، وننزل بقى بطماطم من اللي احنا مفرزينها مع بعضين. ايوه شفتوا بقى التفريزات بتنفع في وقت الزنقه ازاي، عشان تقولوا لي بس مش عارفه ايه وتقعدي كده ومش حاطه لايك. شايفاكي شايفاني. طيب بعد ما حطيت الطماطم بتاعتي، هنزل بقى. الطماطم دي مصلصله طبعا، فهنزل على طول بشويه ملح وفلفل اسود، وانا كنت حاطه لها سكر فمش هحط لها تاني. طيب نمسك بقى بصلايه، حته سمنه صغيره قوي قوي بقى خالص، وننزل بالبصلايه اللي قطعناها حلقات دي. ويا دوبك البصلايه اقلبها تقليبه، انا مش هشوحها ولا هدبلها، لا، هقلبها مع السمنه، واروح نازله بالطماطم برضو اللي قطعتها حلقات، ومعاهم معلقه هريسه شطه. الله 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 يا ولا. فصين توم. ايوه بقى هو ده الكلام يا ولا. وقلبت الخضار ده كله مع بعضه،
وبعد ما قلبته حوالي دقيقتين كده هروح ماسكه بقى. شفتش الدمعه اللي عملناها من شويه دي؟ مش قلت لك هتفضل معايا لاخر الفيديو؟ حطينا كبشتين من الدمعه، شق ميه، شق ميه يعني ايه؟ يعني نص كوبايه ميه، وشويه ملح وفلفل اسود. وهسيب الكلام ده ياخد ويدي كده على نار هاديه قوي، وهقول لكم هنرجع له دلوقتي. لحمه الراس مش غليناها غلوه، بعد كده رجعنا عملنا لها بوكيه جرنيه وسلقناها. هنمسك لحمه الراس بعد ما اتسلقت تلات ارباع سوا او سوا كامل براحتك. انا خدتها يعني كان فاضل لها 5 دقايق كده وتكمل سواها. مسكتها على البلانشه كده بعد ما طلعتها من شوربتها، قطعتها زي ما انتم شايفين حلقات حلوه كده. وتعالوا ننزل بقى بيها في الخلطه والخضار القمر ده. نسكت؟ لا لا لا، ما ينفع، احنا مش بتوع السكتين. استني هنشوف دلوقتي كل شيء هينكشف ويبان. قلبت بقى اللحمه بتاعتي الحلوه دي تقليبه مع الخضار، وتعالي بقى الدمعه اللي احنا عاملينها. الدمعه دي لسه مطوله معانا، مطوله لاخر الفيديو. هننزل بقى كده بشويه الدمعه على الوش وندخل الكلام ده الفرن. اه يا سيدي يا سيدي يا ولا بجد. تعالوا بقى نطلع الكوارع بتاعتنا بعد ما خدت 20 دقيقة. استوت يعني سوا كامل، بس إلا سيكة واحدة. هي حقها بتاخد 25 دقيقة، أنا اديتها 20 دقيقة. ماشي، أنا عايزة السيكة دي، هقول لكم ليه دلوقتي. طيب تعالوا بقى نركن الكوارع، حطيناها في السرفيس بتاعها وركناها كده على جنب شوية. طب تعالي بقى نجيب إيه؟ خلطة الممبار. بصل، طماطم، خضرة، رز. تمام، بصل مفروم، طماطم مفرومة، خضرة، رز. حطيت التوابل: كزبرة، 7 بهارات، شوية فلفل اسود، شوية بابريكا هنحطهم دلوقتي. تعالي ليلى فين البابريكا؟ ايوه كده، ما تفضحيناش. شوية ملح وحتة هريسة شطة. يا ولا يا ولا يا ولا، كان طالع شوية ممبار جبار عند ليلى النجار. انا النهارده بقول دولار دولار يا جدعان. قلبت بقى كل الخلطه الحلوه دي. الخلطه دي ناقصها حاجه يا ليلى، ناقصها شويه صلصه طماطم. رحت بقى جبت شويه صلصه طماطم اللي احنا مفرزينها برضو مع بعض، شويه زيت. قلب بقى يا برنس الكلام ده كله كده، قلبي. وشويه ملح كده، انا دقت لقيت الرز محتاج شويه ملح. قلبت كل الكلام ده كده ببعض. وتعالي بقى الممبار بتاعي مغسول واتغسلته. نسيت اجيب لكم اللقطه دي بصراحه. غسلته بقى بليمون وملح ودقيق وخليته قمر 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 قمر. يا سلام. تعالي بقى نجيب الممبار بتاعنا. انا بمسكه كده، ما بعرفش احشي الا الحشوه دي كده. امسكه كده، افتحه الفتحه اللي انتوا شايفينها دي. والممبار ما تحشيهوش قوي. ليه؟ عشان لو حشيتيه قوي اول ما هتيجي تنزليه في الميه وما يجي يستوي هيفرقع. الرز يا قمر لسه بياخد راحته. عشان واحده بعتالي صوره الممبار كله مفرقع. قلت لها حبيبتي ده حقه يفرقع، ده مطرشق من جنابه. يا اختي ده انت حشاكه كانك كنت بتموتيه. طيب حشينا الممبار. تعالي بقى الدمعه اللي فايضه ده حطيناها على الكوارع على الوش كده، ودخلناها الفرن. قعدت حوالي ربع ساعه وما اقولكيش بقى. طب تعالي معايا كده على الحله دي. حطيت فيها شويه ميه، بشرت فيها طماطمايه توفيرا للمواعيد. خدت الطماطمايه بشرتها على الحله قدامكم، ما اتكسفتش. ولا لوري وحبهان وشويه فلفل اسود وطماطمايه. شوف ناس بتعمل الممبار بتحطه في ميه كده على طول، لا اعملي له كانك بتعملي شوربه بالظبط عشان يديله طعم وريق يا ست البنات. وننزل بقى بالممبار بتاعنا بقى. الميه غليت، ننزل بالممبار بتاعنا. بصي انا هنا كنت بوريكي الممبار بتاعي بعد ما نشلته. منين نشلته دي؟ سرقته. ايه سرقته دي؟ بعد ما طلعته من الشوربه. مفيش رزايه في قعر الحله، مفيش رزايه واحده. تعالي بقى نحمر الممبار اللي عند ليلى النجار. وحطي لايك، حطي لايك شايفاكي. يا رب يا رب فك كرب كل المكروبين يا رب. والله الواحد بيضحك من ورا قلبه. بس عشان ده شغله. بس قلبي مع كل الناس اللي اتصابت واللي توفت، وربنا يا رب يرحمهم ان شاء الله. والله ربنا يفك كربنا يا رب، يرفع مقته وغضبه عننا، ويدخل رمضان علينا بالخير واليمن والبركات، ويجعلها ايام كريمة وعظيمة يا رب، اللهم امين. طب تعالوا بقى نشوف اكلتنا النهارده شكلها ايه. ادي الاكله. ناقص حاجه يا ليلى؟ الاكله دي ناقصه حاجه، ناقصه الشوربه. ارجعي يا ليلى هاتي الاطباق واغرفي الشوربه عشان محدش يقول حاجه. ايوه لازم نغرف الشوربه عشان محدش يقول حاجه. وادي شكل الممبار بتاعي، وعملت شويه رز ابيض، وادي الكوارع القمر، وادي عايزه اقول لك شكل لحمه الراس كده يتاكل يتاكل ما اقولكيش. وشويه ممبار بقى زي ما قال الكتاب.
يعني اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. وادي كده كان شكل عزومتي النهارده، ونزلتها بقى للحاج العزومه، وشلنا منها طبعا لنفسينا هنا، وبألف هنا وشفا. واشوفكم في فيديو جديد بكره باذن الله جامد جدا، وتحياتي وسلام عليكم.